بقى لقضية الطفل ياسين واللي كادت أن تحدث فتنة في المجتمع المصري ما بين المسيحيين والمسلمين، واللي الرأي العام انقسم فيها ما بين مؤيد ومعارض للحكم. وطبعا احنا مش هنتكلم في القضية ديت ولا هنتكلم في الحكم ولا نقول رأينا فيها، لأن احنا ما قراناش القضية والامر متروك للقضاء، ولسه في طرق من طرق الطعن زي الاستئناف والنقض مالناش دعوه فيها. انا جاي اتكلم على نقطه مهمه جدا 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 يا جماعه، والنقطه دي جاي اتكلم فيها دلوقتي بعد ما قريت الحكم وتاكدت وتيقنت منها. النقطه دي خاصه بمحامي المجني عليه، المحامي بتاع الطفل ياسين، واللي السوشيال ميديا كلها اتهمته بالخيانه وانه بايع القضيه وحاجات كده كتيره، والراجل ترك القضيه من كلام السوشيال ميديا وهم راحوا لمرتضى منصور دلوقتي حاليا. ده اللي سمعته، الله اعلم صح ولا غلط. ولكن يا جماعه الراجل ده والله 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 تعرض لظلم مبين في السوشيال ميديا عن جهل. الناس مش عارفه حاجه، واحد بيقول كلمه كله بيمشي وراها. هقول لكم وبالدليل ليه اتظلم. انا والله ما اعرفه ولا اعرف حتى اسمه ايه، ناسي اسمه، ولا اعرف اي طرف من اطراف النزاع. بصوا يا جماعه، اولا هم اتهموه ان هو ما دخلش متهمين اخرين زي مديره المدرسه ولا المدرسه ولا النانه ولا الكلام ده كله. القضيه دي يا جماعه سواء دي او غيرها، المحامي مش هو اللي بيدخل المتهم للمحاكمه الجنائيه او يحيل المحاكمه الجنائيه او يتم استبعاده. مش بايد المحامي. المحامي ما هو الا دوره الابلاغ او حضوره مع المجني عليه اللي بيبلغ وبيقدم تحت ايده من قرائن او ادله او مستندات وبيشرح الواقعه، والنيابه بعد كده هي اللي بتكيف الواقعه وبتوصفها وبتشوف مين المتهم ومين اللي يتم استبعاده. ده امر متروك للنيابه. ممكن انت بعد كده لو انت شايف ان في متهم تم استبعاده وانت عايز تدخله، ممكن بعد كده لو رحت للمحكمه تطلب من المحكمه، وان المحكمه يا اما تستجيب وترجعها النيابه عشان تدخل المتهم اللي تم اغفاله ده او تم استبعاده، او ما تستجيبش لطلبك. فانت كمحامي دورك ان انت بتطلب فقط والنيابه هي اللي بتحيل. اما بقى في القضيه اللي هي بتاعه الطفل ياسين دي بالذات، بحب استخدم حاجه والله العظيم ثلاثه معظم المحامين ما يعرفوها اصلا. تمام؟ فقضيه الطفل ياسين قضيه اتحفظت اصلا بعد التحقيقات، والنيابه حققت وسمعت شهود وعملت حاجات كتير، او حتى واجهت المتهم بالمجني عليه وعملت حاجات كتير. القضيه اتحفظت لحد ما اتعمل فيها تظلم عند النائب العام واتحفظت. اي محامي في جمهوريه مصر العربيه معظمهم هيجي عند الحفظ بتاع النائب العام يقول لك انا كده خلاص استنفذت طرق التظلمات بتاعتي والموضوع انتهى. الا ان المحامي ده يعني تقريبا ما شاء الله عليه قاري او فاهم او دارس كويس وعارف هو بيعمل ايه. استخدم نص ماده في قانون الاجراءات الجنائيه اللي هي 167 اللي بيتيح لي في حاله صدور امر بحفظ الاوراق باقل وجه لاقامه الدعوه الجنائيه من قبل النيابه العامه، ليه الحق ان هو يستأنف هذا الامر امام محكمه الجنايات. واتحدى اي حد عمل الاستئناف ده او حتى يعرفه، محدش يعرفه، عمل استئناف ومحكمه الجنايات رأت ان المتهم يتم احالته المحاكمه الجنائيه، فتم احاله القضيه للنيابه العامه لحاله القضيه بقى، عشان النيابه لازم هي اللي تحيل. فمحكمه الجنايات خلاص اصدرت امرها بان القضيه تتحال، فمن هنا تم احاله المحاكمه الجنائيه. يعني لولا المحامي ده وان هو عمل الاستئناف ده ما كانش اصلا المتهم يتحال المحاكمه الجنائيه. القضيه تم اصدارتها للراي العام بعد احالتها المحاكمه الجنائيه اصلا. القضيه تم الحكم فيها باقصى عقوبه، المؤبد. يعني المحامي لا ليه دور ان هو يدخل متهم ولا يخرج متهم ولا يوجه اتهام، مش هو اللي بيوجه، النيابه اللي بتوجه. فانت حكيت الواقع وقلت ان انا عملت كذا ومديره المدرسه عملت كذا والنيابه ومحكمه الجنايات راوا ان هم ما يتحالوش، هل هنا المحامي هيدخلهم بالعافيه؟ لا طبعا. دي نقطه. النقطه الثانيه يا جماعه، ما ينفعش نحكم على قضيه من خلال سطرين بيتنشروا على السوشيال ميديا. اصل انا شفت ناس كده جايبه سطرين من التقرير الطبي، جايبه سطرين من التحقيقات وبتنشر. هذا الكلام غير صحيح، وانا حبيت بس اوضح نقطه او ابرئ ساحه المحامي اللي هو بتاع المجني عليه. ومعلومه قانونيه اللي هي ان انت يجوز ليك ان انت تستأنف الامر الصادر باقل وجه لاقامه الدعوه الجنائيه امام محكمه الجنايات، ومحكمه الجنايات هي اللي ترى اذا كان احاله القضيه من عدمه. وتحياتي لكم جميعا.